السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ فاكرين نص البرنجانه التانية؟ انا عينتها ورشيت عليها من شويه حبه ملح، وعندي هنا 2 طماطم مقطعاهم صغير، وحبه بقدونس ملتفاتهم، وعندي قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد، وعندي شويه زيت. ده كل اللي هنستخدمه، وحبه خل وفص ثوم. هنحط حوالي معلقتين كبار، وهبتدي اقلي فيهم البدنجان. هنحط البدنجان يتقلب، حطيت هنا قرن الفلفل الحامي وقرن الفلفل البارد، وبيتحمروا مع بعض. اما يتحمروا هنشوف هنعمل ايه. هيبتدي البدنجان كده يتحمر من كل جانب، هحط فص الثوم على جنب واطفي عليه بخل. البدنجان ابتدى يحمر، هحط فص الثوم وهطفي عليه بحبة خل. لما يبتدي يتحمر كده هطفي عليه بحبة خل، وبعدين هحط الطماطم. بستخدم بس فلفل اسود هنا، واللي بيحب الكمون يحط، بس انا بستخدم بس فلفل اسود. التومه هتبتدي تصفر اهو، هحط لها الخل، وبعدين هصب عليها عصير الطماطم او الطماطم المقطعه. هحط دلوقتي نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل وخل، وسيبها تتسبك شويه، وكده تبقى اكلتنا خلصت وبألف هنا وشفا. حطيت الملح، حطيت الفلفل اهو، وخدي بالك وانت بتحطي الملح ما تكتريش، علشان احنا رشين الباذنجان بالملح. الاكله دي 5 دقايق وتخلص. باكلها بقى جنب مكرونه، جنب عيش، مع فول، مع طعميه، بتبقى تحفه. اهي طفيت عليها البابور، كان عامل لي موسيقى في الحي الشرقي. هحط عليها بقى في الاخر شويه بقدونس وكزبره وشبت، وتتقدم ريحه الخل مع الثوم. لو عندك كريسه شطه حطي، بلعي بقى كده بعيش بلدي، اعملي بصوا تحفه تحفه. اشكركم، وهنشوفها دلوقتي في اخر الفيديو شكلها ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.